بعد ما فهمنا في الفصول اللي فاتت إن الأغنياء مش بيشتغلوا عشان الفلوس وإن التعليم المالي أهم بكتير من مجرد الشهادات، بنوصل لدرس تاني خطير من الأب الغني، درس ممكن يغير مصير حياتك كلها، اللي هو اهتم بشؤونك الخاصة. في الفصل الثالث من كتاب الأب الغني والأب الفقير، روبرت كيوساكي بيكشف لنا سر تاني بيفرق بين الأغنياء وبقية الناس، إن الأغنياء بيركزوا على بناء عمود الأصول بتاعهم، في حين إن أغلب الناس بتركز بس على شغلها الأساسي. كتير مننا بيشتغل بجد وبيكرس حياته كلها لشغلانة معينة، بنتعلم وبنتخصص وبنفضل سنين طويلة بنطور نفسنا في المجال ده، وده كويس ومهم. لكن الأب الغني وضح لروبرت إن في فرق كبير بين مهنتك اللي هي بتقوم بيها عشان تاخد مرتب وبين شغلك الخاص اللي هو بناء أصولك. الأب الغني ما كانش بيقلل من أهمية الوظيفة أو المهنة، بالعكس هو كان شايف إن مهنتك هي مصدر دخلك اللي بيوفر لك الأمان عشان تقدر تبني من وراه أصولك. لكن الغلطة اللي بيقع فيها أغلب الناس إنهم بيعتبروا مهنتهم دي هي كل حياتهم، وبيركزوا على زيادة مرتبهم بس من غير ما يفكروا إزاي يستثمروا جزء من المرتب ده في بناء حاجة تخصهم هم. لو فاكرين، الأب الغني عرف لنا الأصل إنه أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك، والالتزام إنه أي حاجة بتسحب فلوس من جيبك. في الفصل ده بيأكد على الفكرة دي وبيركز على إنك لازم تكون واعي لكل جنيه بيدخل جيبك وكل جنيه بيطلع منه. تخيل إنك بتشتغل 8 ساعات في اليوم وبتقضي وقت وجهد كبير عشان تنجح في شغلك، ده مجهود رائع، بس في النهاية أنت بتبني شركة أو مصلحة حد تاني. الأب الغني كان عايز روبرت ومايك يبنوا حاجة ليهم هم، حاجة ما تعتمدش على وجودهم الشخصي بشكل كامل. كيوساكي بيضرب مثال مهم: لما بتروح تشتغل عند حد انت بتكون مركز على انه يزود لك مرتبك، لكن لو عندك اصل بيجيب لك فلوس انت بتركز ازاي الاصل ده ينمو ويكبر ويدخل لك دخل اكتر من غير ما تحتاج تشتغل ساعات اضافيه عشانه. الفصل ده بيخلينا نفهم ليه الاغنياء بيكبروا وبيزدادوا غنى، مش بس عشان بيقبضوا كتير، لكن عشان عندهم عقليه الاصول، بيشوفوا اي فلوس بتدخل جيبهم كفرصه لشراء اصول جديده او لتنميه الاصول اللي عندهم، مش مجرد صرف على الكماليات والالتزامات. الاب الغني كان بيعلمهم انهم لازم يكونوا عارفين الفرق بين الشغل اللي بيجيب مرتب زي وظيفتك كمهندس او مدرس او محاسب، وبين الاصول اللي ممكن تملكها وتجيب لك دخل زي العقارات المؤجرة، الاسهم او المشاريع الجانبية اللي مش بتعتمد عليك بشكل كلي، او حتى الملكية الفكرية. الخلاصة من الدرس ده انك مهما كان مرتبك او مكانك لازم تبدأ تركز على شؤونك الخاصة. يعني ايه؟ يعني تبدأ تبني عمود الأصول بتاعك، ولو بحاجات صغيرة. لو بتوفر جزء من مرتبك، فكر ازاي الفلوس دي تشتري لك أصل، مش مجرد تشتري بيها التزام أو تصرفها في حاجات بتتبخر قيمتها. الدرس الثالث من الأب الغني هو بمثابة جرس إنذار: ما تفضلش طول عمرك موظف بيشتغل عشان مرتب